عادت أوافله وليلى لم تعد، والهودج المشبوب يسكنه الأرق. حدقت في مقل النساء فلم أجد خلف النقاب ملامحي بين الحدق، وسألت عن ليلى أجاب دليله كانت هنا حتى بدايات النفق. من يومها الإسفلت ضج بخطوتي، حتى أكاد بكل درب أنزلق. قالت تقارير المباحث لم تمت ليلى أطمئن، وعندها زاد القلق. تليفونها المحمول بالصوت المبرمج مزعج جدا يردد منغلق. علقت صورتها على الجدران في كل المدارس والنوادي والطرق، وعلى عواميد الشوارع في محطات القطار ووسائل النقل النزق. تلك الصناديق المكدسة التي في شارع التحرير كانت تلتصق، ولخمس ساعات تطين. ل5 ساعات أحس بأن شيئا يختنق. إذا المهم بحثت عن ليلى أقبل الجدار، وذا الجدار كمن سبق. ووضعت في حصالتي كل الإشاعات التي حينا فحينا تنطلق. شخص يقول بأنها كانت ويقسم تخدم الغرباء في بعض الشقق، ويضيف آخر قد رأى ليلى هناك بسلم المترو بأكياس المناديل الورق. ليلى على الكورنيش يوميا يدا بيد، وشيء فوق مقعدها شمق. ليلى تدخن في المقاهي، والنراجين استباحت ريقها لما شهق. ليلى ارتدت سي الحداثة في مدرجها، وشيء من أنوثتها سرق. ليلى الفضائيات أغرتها فمزقت الستارة وأشعلت هذا الشبق، لكنني لم ألتفت لإشاعة. يا ويحها لو أن قائلها صدق. ليلى التي كان الصباح تخومها وتنام جوتها بنحنحة الغسق. الكلمة العذراء في فمها بخيمتها ملثمة وتخجل إن تطلبئ كانت، والرعاء وزحمة. ليلى على جنب مطأطئة العنق، جنية الماء التي لو أفصحت عن نفسها قفز الجميع إلى الغرق. أقسمت يا ربي ويا رب الفلق، أقسمت يا ليلى بمن حقا خلق. أنت الحقيقة والشريعة والنسق، أنت الكلام إذا تلخبط واتسق. إن كان فعلا ما يقال فكل شعر قلته بين الطلوع قد احترق. إن كان فعلا ما يقال فقد